أوضح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه من استمرار كيان إمبابي مع الفريق، حيث أعلن إمبابي في وقت سابق رفضه تفعيل بند تجديد تعاقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان. وقال الخليفي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لويس إنريكي المدير الفني الجديد: موقفي واضح جدا تجاه إمبابي، لا أريد تكرار الأمر كل مرة، إذا أراد الاستمرار نريد نحن أيضا ذلك، ولكن إذا قام بتجديد عقده. وأضاف: لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم بدون مقابل، هذا مستحيل. وأتم مشددا: نحن نادي فرنسي، قال إنه لا يريد الرحيل بدون مقابل، إذا قام بتغيير رأيه اليوم لن يكون هذا خطأي، لا نريد فقدانه بدون مقابل، فهو أفضل لاعب في العالم، هذا الأمر واضح للغاية. حيث ينتهي تعاقد إمبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024، وهو ما يعني إمكانية التفاوض والانتقال لأي فريق دون مقابل. وسبق أن كشفت صحيفة لو باريسيان الفرنسية في وقت سابق أن موقف ناصر الخليفي لم يتغير، وإما أن يمدد إمبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف، وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ إمبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف. ومن جهة أخرى قال يافين لومي وكيل لاعبين عبر شبكة RMC الفرنسية: ريال مدريد لا يمتلك المال حاليا من أجل ضم إمبابي، ولا أحد تقدم بعروض اليوم. وأضاف: ريال مدريد ليس قادرا على دفع 40 مليون يورو سنويا بالإضافة للمكافآت التي ستصل ل 30 مليون يورو. وشدد: راتب إمبابي سيكون بين 70 و 75 مليون يورو صافية، إن بنزيما كان يتقاضى 13 مليون يورو، عليكم إدراك ذلك. وأتم: لا يعرفون كيفية إدراج راتب اللاعب في الوقت الحالي، عندما كان حرا عرضوا عليه 20 مليون يورو وكان ذلك على بعد سنوات ضوئية مما يحصل عليه هنا، ويحق الإمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل. ومن الجدير بالذكر أن النجم الفرنسي صاحب 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.